تعالى دلوقتي اقول لك ليه ياسر ابراهيم ليه دور كبير جدا في فوز الاهلي بلقب الدوري. في اخر 4 مباريات للنادي الاهلي خلال الموسم ده لعب المدافع ياسر ابراهيم دورا حاسما في تعزيز دفاع الفريق والمساهمة في تحقيق الانتصارات، مساهمة جبارة بمعنى الكلمة. هنمسك دلوقتي مباراة نتكلم فيها. اول مباراة لياسر ابراهيم كانت مباراة الاهلي ضد بتروجيت، حيث دخل ياسر ابراهيم كبديل لاشرف داري الذي تعرض للاصابة في نهاية الشوط الاول، وفي الدقيقة 75 أنقذ ياسر إبراهيم هدفا محققا من على خط المرمى بعد خروج خاطئ من الحارس محمد الشناوي، حيث استغل لاعب بتروجيت الموقف وسدد الكرة نحو المرمى، لكن ياسر إبراهيم تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعد الكرة، مما حافظ على تقدم الأهلي في المباراة. وهذا التدخل الحاسم كان نقطة تحول في المباراة، حيث منع بتروجيت من تعديل النتيجة وساهم في تأمين فوز الأهلي ب3 أهداف مقابل هدفين. هنخش دلوقتي على تاني مباراة لعبها ياسر إبراهيم مع النادي الأهلي. تاني مباراة لعبت كانت ما بين الأهلي والمصري. طبعا أنا بتكلم كل ده من أول ما عماد النحاس مسك. ياسر إبراهيم لعب كذا مباراة في هذا الموسم، لكن أنا بتكلم من أول ما عماد النحاس مسك النادي. نكمل كلامنا. بدأ ياسر إبراهيم المباراة ضمن التشكيلة الأساسية، حيث تولى مهام الدفاع في تنظيم الخط الخلفي للفريق، وقدم ياسر إبراهيم أداء دفاعي رائع للغاية، وفاز النادي الأهلي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، مما عزز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، وبذلك ساهم ياسر إبراهيم بأداء الدفاع المميز في تحقيق الفوز على المصري البورسعيدي، مما قرب الأهلي خطوة إضافية نحو التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز. هندخل دلوقتي على ثالث مباراة لعبها ياسر إبراهيم مع النادي الأهلي بقيادة عماد النحاس. ثالث مباراة لعبها ياسر إبراهيم مع النادي الأهلي كانت مباراة الأهلي وسيراميكا. ايه اللي حصل في المباراة دي؟ في الدقيقة 95 وفي اللحظات الأخيرة من المباراة كاد محمد رضا لاعب سيراميكا كليوباترا أن يسجل هدف التعادل بعد خروج خاطئ من الحارس محمد الشناوي، وتدخل ياسر إبراهيم في الوقت المناسب وأبعد الكرة من على خط المرمى محافظا على تقدم الأهلي. وبهذا التدخل الحاسم من ياسر إبراهيم كان نقطة تحول في المباراة، حيث منع سيراميكا من تعديل النتيجة وساهم في تأمين فوز الأهلي بهدف دون رد. ندخل على الماتش الرابع والأخير اللي لعبه ياسر إبراهيم تحت قيادة المدير الفني عماد النحاس. في الماتش ده الأهلي واجه البنك الأهلي، والماتش طبعا شكل ما الناس كلها عارفة، ولحد الدقيقة 96 النادي الأهلي كان متعادل مع البنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1. فجأة يظهر ياسر إبراهيم في البوكس ويعمل اسيست لأسامة أبو علي يسجل منه هدف الفوز ويقرب الأهلي من بطولة الدوري. وده كان كل اللي قدمه ياسر إبراهيم مع النادي الأهلي بعد تولي عماد النحاس المهم. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. لو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك، وكان معاكم الكابتن، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.